السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة هنعمل حلويات المولد مع بعض. كل تشكيل شايفينه قدامكم ده هنعمل حاجة كده مع بعض. معنا 125 جرام سكر و100 جرام مية و125 جرام عسل جلوكوز. نحطهم على النار لمدة 10 دقايق. بعد الغليان على طول نحسب 10 دقايق بعد الغليان. نحط ذرة ملح ليمون ونقلبها. لو معانا ترمومتر درجة الحرارة توصل 140 وذرة فانيليا. لو معناش ترمومتر اول ما يوصل معانا اللون الذهبي اللي احنا شايفينه دوت نكون محضرين السمسم ومحمرينه ويكون سخن معانا. اهم حاجه يكون السمسم سخن معانا ما يبقاش بارد عشان يبقى سهل معاكي في التقليب. ننزل بسمسم حبه حبه بقى كده ونقلب. اول ما نلاقي السمسم شرب بكل كميه الشربات خلاص نوقف، ما ننزلش بقى بقيه السمسم. لو الكميه كده معانا تمام. هي الكميه دي بتاخد نص كيلو سمسم. كمية الشربات اللي احنا عملناها تاخد نص كيلو سمسم. ممكن نبدل عسل الجلوكوز بعسل النحل، بس عسل الجلوكوز متاح عند كل مستلزمات الحلواني واوفر وارخص بكتير طبعا من عسل النحل وبيدي النتيجة مظبوطة. هنقلب بقى. اهم حاجة الشربات تظبطيه معاكي يوصل لدرجة اللي هو يقطم معاكي ما يبقاش بيندخ، اللي هو اللون الذهبي الفاتح دوت. نكون محضرين صينية دهنينها زيت، ننزل بقى عليها بسمسم. اهم حاجة نسرع ايدينا في المرحلة ديت ونفردها بقى كويس في الصينية بقى كلها. ده نص كيلو سمسم. شوفي عمل معانا كمية قد ايه. خد الصينية كلها وسمكها حلو. ممكن يتحط في صينية اكبر كمان من دي لو انت عايزة السمك ارفع شوية. هنا بقى نقطعها وهي طرية كده، لانك لو جيتي تقطعها بعد ما تنشف مش هتعرفي تقطعها تتكسر منك. اهم حاجة تسرعي ايدك في المرحلة دي، تقطعيها على طول بسرعة وتسيبيها تنشف. يا دوب ما بتقعدش 10 دقايق وبتلاقيها نشفت معاكي. يا ريت تنشروا لايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان توصلكوا كل جديد. متنساش تعليقاتكم. شايفين بعد ما سبتها نشفت عاملة ازاي؟ تقطم معانا بكل سهولة ومش بتندو. احلى من بره بكتير. جربيها مش تندمي ان شاء الله. واعمل معاكم كل بقيه الحاجات ان شاء الله. متنسوش اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل